انا عمري ولا كنت بحب ولا كنت اكل البنجر. ما كنتش بحب طعمه او ما كنتش جربته. بس مراتي دايما تعمله لي بالوصفه وبالطريقه دي، وهي اللي حببتني فيه. بجد دي احلى طريقه ممكن تاكل بيها البنجر. لو ما بتحبوش هتحبه بعد الوصفه دي. يلا بينا. ده بقى كده شكل البنجر بعد ما سلقناه. بنقشره ونسلقه اكننا بنسلق بطاطس كده. كل ما نحس ان هو محتاج سوا بنزود له ميه تاني ونجسه بالشوكه كده. لو الشوكه دخلت وغرزت لجوه يبقى تمام استوى. هنبدا بقى نقطعه مكعبات بالشكل ده. تمام. بعد ما نقطع الكميه بتاعتنا كلها هنحط المقادير بتاعتنا. المقادير دي لكيلو من البنجر، يعني لو انت عامل اقل هتقلل. هننزل بحوالي 6 فصوص توم، وحوالي 5 ليمونات، وحبه عسل حلوين بقى. يعني ما تبخلش بالعسل، ادي عسل براحتك. نقلب كده ونشوف التيست ايه اخباره. كده تمام قوي. نحطه بقى في التلاجة ونقدمه مع اي وجبه احنا عايزينها. يقعد معانا في التلاجة عادي، ممكن اسبوع واسبوعين كمان.